مع دخول هذه العشر تتوافد جموع حجيج البيت العتيق إلى هذا المسجد الحرام ملبين النداء: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يمشون على أقدامهم، وعلى كل ضامر مما أعد من الدواب التي تركب لأجل الوصول عليها. ويخلق ما لا تعلمون فيأتون بوسائل نقل متعددة. ويبقى هناك من أصحاب الهمم من تحمله همته على الوصول إلى البيت العتيق مهما كلفه ذلك، فلا زالت سنة المشي ماضية، وكذلك الركوب. أما أن يأتي حاج من آخر الدنيا من الصين على دراجة هذا ما لديه، قاطعا 4000 من الكيلومترات في 4 أشهر حتى يصل إلى بلاد الحرمين، إنها همة عالية. وقد وجد في هذا العصر من جاء على رجليه. ومعالم التضحية في سبيل الله والتقديم والبذل وتحمل التعب، هؤلاء الذين يزدحمون على الحج ولو بالقرعة من البلدان البعيدة، ويجمعون الأموال بالسنوات الطويلة لأجل بلوغ البيت العتيق. وظلت امرأة 10 سنين تدخر مالا على حساب احتياجاتها لأجل تأدية مناسك الحج حتى وفقها الله لذلك. يتركون أهاليهم وأوطانهم ملبين نداء الله: ولله في أرض المشاعر سعينا نلبي جهارا والدعاء أطلناه، فكم حامد كم ذاكر ومسبح، وكم مذنب يشكو لمولاه بلواه، وكم خاضع كم خاشع متذلل، وكم سائل مدت إلى الله كفاه. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا، ومن ذا الذي قد نال ما نحن نلناه. يقول ابن القيم رحمه الله عن هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج: تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم، وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. سبحان الله، يتجشمون المشاق ويركبون الصعب والذلول، يدفعهم الشوق إلى البيت العتيق وتحصيل الأجر. إن الحاج الذي يضحي براحته لأجل النسك يطوف ويسعى في الزحام ويرمي الجمرات ويقف في صعيد عرفة ويتنقل بين المشاعر، أشعث أغبر، يضحي بشهواته ولذاته المباحة، ويترك طيبا ومخيطا وصيدا ونكاحا طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يسلمهم، وأن يجزي بالخير من يقوم على راحتهم.